ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تبقوا بخير، وحشتوني جدا. النهارده هتكلم معاكم على اغنيه وفيديو كليب تامر حسني الجديد من البوم هرمون السعاده، واغنيه ولا يهمك. لسه كده بقى حبه حلوين، يلا بينا. اغنيه وفيديو كليب تامر حسني الجديد، اغنيه ولا يهمك من البوم هرمون السعاده. الاغنيه هي من كلمات والحان تامر حسني ومن توزيع عبد الرحمن شوقي. هي الفكره ان هي كانت واحده مع صاحبتها، فهي كانت بتحب واحد، خدت منها اللي هي كانت بتحبه، وبعد ده كله في الاخر هو كمان سابها وبقى مع صاحبتها، وبقى هما الاثنين عايشين احلى قصه حب، وسابوها لوحدها حزينه. كانت حلوه من تامر، وشايف ان هي فكره جريئه جدا ونوعيه مختلفه، زي اغنيه حوا مثلا. اغنيه حوا برده كانت من الاغاني المختلفه جدا ومن الاغاني الغريبه جدا اللي انا ممكن اسمعها. اجتماعيه برده، انا شايف ان تامر مركز جدا على الالبوم ده على المواضيع الاجتماعيه اكتر. شايف ان هي اغنيه ممكن الفتره اللي جايه تشتغل بشكل كبير وهتنجح برده وهتكسر الدنيا. اللي هيسمعها اكتر لازم ان هو يتفرج على الفيديو كليب بتاعها، كان كويس جدا وكان مختلف من تامر، وعلى فكره هو من اخراج تامر برده. شايف ان تامر عامل في الفيديو كليب شغل كويس. مستوى الكلمات كانت كويسه. الالحان شايف ان تامر كان عامل فيها حته زي الراب كده، اللي هو كان فيه كذا حته كان ممكن انه مثلا يقولها في مقطع، كان بيقولها بسرعه شويه، وبعد كده في الاخر اللحن بيطول معاه في الاخر. فتامر عامل يعني ميكس كويس. هو دايما بينوع، بيعمل جديد. مواضيع الدراما عامه في تامر بتبقى ممتازه، لو ركز قوي فيها هيضرب اكتر. والاغاني طبعا بتعيش لتامر في الاغاني الدراما، الاغاني الرومانس برضه. انما الاغاني اللي بتبقى من النوعيه الاجتماعيه او من النوعيه اللي زي دي، شايف ان مفيش حد بيعرف يعملها بالطريقه دي غير تامر. يعمل فيديو كليب كويس عشان يعرف يحكي القصه اللي بتدور حوالين الاغنيه، مركز جدا في الموضوع زي ده. دي حاجه برضه اقول له عليها شابوه، حاجه تحسب له. عايز اسمع مواضيع دراما اكتر، مواضيع رومانس اكتر. الاغاني دي وحشتني من تامر، وخصوصا الاغاني الرومانسيه. يعني تامر بقاله فتره مفيش اغاني رومانسيه، كلها يا اما دراما يا اما واخده الطابع الاجتماعي او الاغاني الاجتماعيه. فانا عايز اشوف حاجات زي دي. يعني تامر بيناقش اكتر المواضيع الاجتماعيه اللي بتحصل مثلا عن حال الدنيا اللي احنا فيها، زي اغنيه معلش مع زاب ثروت، الصحاب، ودخل برده مواضيع اجتماعيه في الاغنيه. فده كويس من تامر ومختلف، وانا ما قلتش اي حاجه، بالعكس انا كنت مبسوط جدا وانا بسمع الاغاني. لكن معظم الاغاني دي ممكن ما تعيش بشكل كبير بعد كده، مش زي الاغاني الدراما او الاغاني الرومانس، ان دول حته تامر حسني في اي اغنيه او في اي حاجه بيعملها. فانا شايف ان تامر عامل فيها اخراج كويس، عامل فكره فيديو كليب حلوه جدا وكانت مختلفه، عجبتني قوي من تامر. والستايل كان مختلف، وطريقه التقديم الكليب كان رائع بصراحه مع الاغنيه. في ناس ممكن ما تحبش تسمع الاغنيه دي لوحدها الا بالفيديو كليب، يعني تشوف الفيديو كليب عشان تعرف تحب الاغنيه. لكن ما اظنش ان ممكن معظم الناس يسمعوا الاغنيه بشكل كده عادي من غير الفيديو كليب بتاعها. يعني ده من وجهه نظري، انا شايف ان الفيديو كليب هو اللي كان معلي الاغنيه اكتر. التوزيع من عبد الرحمن شوقي انا شايف ان هو كان معمول بطريقه ممتازه، التوزيع كان عاجبني جدا في الاغنيه. فكره كويسه وجريئه جدا من تامر حسني ان هو يقدمها في فيديو كليب زي ده. شابوه جدا للاخراج، كلمات والحان كانوا كويسين جدا مع التوزيع الجامد جدا اللي اتعمل عليها. الالحان بالنسبه لي كانت اقوى مع التوزيع، الكلمات كانت كويسه من تامر، لكن انا شايف ان هو يعمل افضل من كده. تامر اعلى من كده بكتير، مع ان الموضوع مختلف، وشايف ان هو موديه في سكه ثانيه خالص. الالحان من تامر انا شايف ان هي كانت مختلفه وقويه جدا في الاغنيه. طريقه تقديم الفيديو كليب كانت حلوه. الفيديو كليب بياخد تقييم 8 من 10، والاغنيه تاخد تقييم بالنسبه لي 7 من 10. وانتوا برضو رايكم في الكومنتات ايه اللي عجبكم اكتر، الفيديو كليب ولا الاغنيه؟ مستني كل رايكم في الكومنتات تحت. ده اللي كان عندي النهارده. لو انت لسه جديد وتشوفني اشترك وفعل زر الجرس واعمل لايك لو الفيديو عجبك، وشير في كل مكان لكل اصحابك قد ما تقدر. ما تنساش. اشوفكم ان شاء الله على خير فيديو جديد. سلام.